traitor dragon Meleys, slain by King Aegon! Is he alive? We cannot challenge King's Landing without the Riverlands. Our terms are simple. Bend the knee to me, or your house burns. Daemon, you were made to wear a crown. The king does not lack for heirs. So you cast me aside? We have given the war to the dragons. Will you preside over it? The people whispered when Viserys lived there was peace. The path I walk has never been trod. There is more than one way to fight a war. What we must do now is terrible. خلصنا من معركة روتس ريست ورينيس ماتت ونص الموسم انتهى بالفعل ورقصة التنانين بدأت بشكل حقيقي. فتعال نفصص تريلر الحلقة الخامسة عشان نشوف ايه اللي جاي في الطريق. بس خليك عارف ان ممكن يتحرق عليك احداث في الحلقة لاننا هنتكلم شوية عن احداث الرواية في الفيديو، فيلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب لان اغلب اللي بيتفرجوا مش عاملين سبسكرايب وانتوا شايفين القناة صغيرة يعني. المهم اللقطه دي عجباني قوي. لاحظ فرق النظره بين ايموند واليسنت. ايموند واضح انه فخور بنفسه في حين اليسنت بتقول احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي. في الروايه ايموند هيتعين كحامل المملكه مكان ايدون لحد ما ايدون يخف، ودي مش حاجه غريبه علينا لان في الموسم الاول من جيم اوف ثرونز ايدارد ستارك اتعين كحامل المملكه لما روبرت باراثيون اتهاجم من الخنزير، ومنصب ايدارد ستارك كان هيفضل محفوظ لحد ما وريث العرش اللي هو كان جوفري يوصل لسن البلوغ. واحنا عارفين ايه اللي حصل لايدون في روتس ريست. ضلوعه اتكسرت، وسطه اتكسر، وحروق مغطيه نص جسمه لدرجه ان جزء من درعه هيسيح جوه جلده. في الروايه اتقال ان في 800 فارس وجندي ماتوا في معركه روتس ريست، زائد 100 كمان لما دخلوا قلعه روتس ريست واعدموا كل جنود الستونتنز. ولورد سايمون ستونتن راسه هتكون متعلقه عند الريد كيب عشان كله يشوفها، ولكن اللقطه الاهم هي راس ميليس تنين رينيس، انه هيتلف بيه في شوارع كينجز لاند كلها عشان كل العوام يشوفوه. بيعملوا بروباجندا زي ما عملوا في الحلقه الثانيه مع موت جيهيريس. بنشوف الراجل اللي بيقول للناس هنا قال ان ميليس اللي قتلها الملك ايدون ومش الامير ايمون، وده منطقي لانهم عايزين الشعب يقف في ظهر الملك ويتلهي عن حالته الصحيه المتدمره تماما. اعتقد ان ايمون ده هيكون مبسوط بلقبه الجديد كحامل المملكه لانه كان دايما بيعتقد انه هيكون ملك افضل بكتير من اخوه. ايدون بيرجع الريد كيب، وفي الروايه بيتقال انه هيقعد في السرير لمده سنه، فهنشوف هيبقى كده برضه في المسلسل ولا هيغيروا حاجه. هنا احنا في اوضه الملك وعندنا الميسترز بيحاولوا يعالجوا الملك المصاب، ومفيش غير اليسنت وتريستن كل اللي مسموح انهم يدخلوا عليه، واكيد مراته واخته هيلينا. في الروايه هيلينا ما بتروحش تزور ايدون ولا مره لانها بتكون شايفه ان هو السبب في موت ابنهم جيهيريس، ولكن انا اعتقادي الشخصي انهم هيغيروا ده في المسلسل وهتروح تطمن عليه عادي. ربما تكون بتتساءل ايه اللي حصل لتنين ايدون سان فاير. زي ما حصل للملك سان فاير ما بيموتش ولكن بيتصاب اصابات خطيره، جزء من جناحه بيتقطع فما بيقدرش يطير تاني، فتريستان بيعتني بتغذيته وبيجيب له خرفان وعجول ياكلها عشان يستعيد صحته تاني. في المجلس الاسود في دراجون ستون رينيرا بتقول ان من المهم انهم يتحكموا في الريفرلاندز، مش هيقدروا ياخدوا كينجز لاندن من غيرها. بنشوف اللقطه دي لحد بيتخلى عن روتس ريست خلاص، واكيد ما بعد مصيبه موت رينيس وتنينتها ميليس وخسارتهم للقلعه بيكون تقيل على رينيرا ومجلسها. مميز ان مفيش ولا لقطه لكورليوس في التريلر. في الروايه كورليوس بيلوم رينيرا على موت رينيس وبيقول لها كان المفروض انت اللي تموتي، مما بيؤدي لتوتر في العلاقه بين رينيرا وكورليوس، ولكن في النهايه بيتعين هاند اوف ذا كوين. بعدين بنشوف رينيرا بتتكلم مع الفريد بروم، ده كان اكتر واحد بيعترض في المجلس على طريقه اداره رينيرا للمواضيع، فيمكن كانت رينيرا بتوضح طريقه تفكيرها له. بعدها بنشوف ديمون على تنين وكاراتسز قصاد جنود من البراكنز، وشروطه بسيطه، يا اما تركعوا يا اما عيلتكم كلها تتحرق. وده تنفيذا لاتفاقه مع ويلهم بلاكوود من الحلقه اللي فاتت لما ويلهم بلاكوود قال له هزودك بالجنود لو ربيت البراكنز. فهل ديمون بيحاول ياخد التورته كلها ويوحد العائلتين تحت رايته، ولا هو اختار البراكنز بدل البلاكوودز، ولا هو بيقول لهم كده وهيحرقهم برضه في الاخر؟ اللقطه دي الكاراتسز ورا فارس من البراكنز بتوضح لك ايه اللي هيحصل له في النهايه. ده كله جزء من خطه ديمون عشان يجمع جيش للرينيرا، لان الريفرلاندز فيها اكبر عدد من المقاتلين في ويستروس، وعشان يقدر يجمعهم فديمون محتاج يعيد بناء هارين هول. بعدها بنشوف ديمون بيحلم تاني. الترجمه اللي محطوطه من HBO على التريلر بتقول صوت غامض. ممكن في البدايه تفتكروا صوت أليس ريفرز، ولكن انا من رايي انه لا. أليس عندها سكوتش اكسنت مش موجوده في الصوت اللي بيتكلم، ولكن كده كده اللي بيتحكم في احلام ديمون هي أليس. بعدها بنشوف ديمون بيشاور بالفاس ده على حد، وافضل تخمين هي يا اما أليس يا اما سايمون سترونج. بنشوفه ماسك نفس الفاس بعدين وبيقطع الخشب. لاحظ ازاي رابط ايده هنا في حين انه هنا مش رابطها. ممكن تكون صدفه، بس دي نفس ايده اللي كان عليها دم لما صحي من النوم في الحلقه اللي فاتت. بعدها بنشوف في كينجز لاندن المجلس بيناقش ما بعد احداث روتس ريست. لاحظ ان ايموند مش قاعد على كرسي ايدون. بعدين بنسمع اوتو هايتاور بيقول ان الملك لا يفتقد للورثه، فهل بعد ما ايدون اتصاب بالاصابات البالغه دي هيرجعوا اوتو للريد كيب تاني؟ ايدون ما عندهوش وريث بعد قتل جيهيريس، بس هل اوتو قصده على ابناء ايدون الغير شرعيين اللي شفنا واحد منهم الموسم اللي فات واللي مرميين في كل حته في فلي بوتوم؟ بنلاحظ ان في توتر بين اليسنت وكريستن، وبعدها بنشوف كريستن بيقول لاليسنت ان ده وقت التنانين. اللقطة اللي بعدها بنشوف تنين، ده فيرماكس تنين جيسيريس واقف بيبص على ذا توينز.
ذا توينز دي مدينة في ويستروس عبارة عن برجين متماثلين يتوسطهم كوبري يعدي فوق النهر، فواضح إن جيس رايح ياخد عائلة الفريز في صفه بعد ما عائلة الستاركس كده كده في صف رينيرا وجيش الستاركس عشان يروح كينجز لاندنج، فهيعدي على ذا توينز بلا شك. فكده نقدر نجمع الجيشين على بعض. في الرواية الفريز موالين لرينيرا عادي، في التريلر بعدين بنشوف جيس والفريز بيتشيرز، فواضح إنهم توصلوا لاتفاق. بعدها بنشوف ايموند واقف قصاد الايرون ثرون، اكيد بيفكر هيكون ايه الاحساس لو اصبح ملك، والاوضاع في كينجز لاندنج واضح انها رايحه لناحيه سيئه، بحيث انك بتشوف شعب كينجز لاندنج بيحاول يهرب من المدينه. في الروايه بعد ما راس ميليس بيتجول في شوارع كينجز لاندنج، الالاف من العوام بيهربوا من كينجز لاندنج خوفا من الحرب، بس أليسنت بتؤمر بقفل ابواب المدينه عليهم. رينيرا ووزيره الجواسيس بتاعتها بيتناقشوا، مساريا بتقول ان في اكتر من طريقه للفوز بالحرب. عندنا لقطه هنا الفرسان على احصنتهم بس مش باين مين دول بالتحديد. بعدها اللقطه دي مميزه جدا، رينيرا واقفه قصاد البنت التيبل والنار اللي تحتها مطفيه وكل القطع اللي المفروض تكون متوزعه عليها متشاله، ووراها في حد داخل، ده يا اما الفريد بروم يا اما ابنها جيس. والتريلر بيخلص بلقطه لديمون واليسنت ورينيرا. واضح ان الحلقه الجايه هتبقى عباره عن ترتيب اوراق لما بعد احداث روكس ريست، وترتيب للجزء اللي جاي من رأس التنانين. انت لو قريت الروايه فانت عارف ان لسه في معارك كتير جايه سواء بالتنانين او من غيرها، فلسه في احداث كتير جايه. بس دلوقتي قول لي انت ايه رايك، تعتقد ايه اللي هيحصل؟ وبس كده، روح شوف فيديو تحليل الحلقة الرابعة هيعجبك، مليان تفاصيل جوه الحلقة لو لسه مشفتهوش. وكنت منزل فيديو عن ايه الافلام اللي شفتها خلال الشهر اللي فات، ممكن تروح تشوف ترشيحات لافلام هتعجبك برضه، هتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن. وفي ملخص كامل للموسم الاول عشان لو حاسس انك ناسي حاجة من الاحداث تقدر برضه تروح تتفرج. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك لان ده فعلا بيساعد، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. وسلام عليكم.